السلام عليكم. اليوم في مطبخ ناصر ان شاء الله جيتكم بوصفه سهله صيفيه وبنينه. ندو اللوبيا الخضراء تاعنا نغسلوها مليح مع قطره الشافيل، نقطروها نشفوها ونقلوها في المقله بشويه زيت، نوخروها، نقلوا البطاطا اوندي ونوخروها، والدجاج نتبلوه كيما موالف، تبلوه ونحمروه ونخلوه بجيه. نحكموا البصل تاعنا نقلوه مع توابل تاع الدجاج اللي كنا حمرناه، يبقى هذاك الماء نقلوا به البصل، نزيدوا عليهم اللوبيا اللي كنا قليناها، نملحوا شويه اذا، ونزيدوا الان دروك شويه تاع ماء ونخلوها تطبخ، ونرابوا زوج حبات تاع طوماطيش. اذا بعد ما طابت اللوبيا تاعنا في ديك المريقه، ننسى لكم ملاحظه، زيدوا شويه بصل مطحون وشويه ثوم مطحون باش يعطي البنه. نديروا هذيك اللوبيا تاعنا، نديروا فوقها البطاطا، ونحطوا فوقها الفخاد تاع الدجاج هذوك اللي رانا حمرناهم قبل، ندخلوها حوالي 5 دقائق للكوشه. وشهيه طيبه، وحتى نتلاقاو في وصفه اخرى مع نصيرة.